أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أغنية جديدة عاملة ضجة، أغنية الحرب للفنان السوري الأخرس. الكلام كله إنها ممكن تكون مرتبطة بأغنيته المشهورة جدا سكابا. المصدر اللي معانا النهاردة مقال تحليلي من موقع الفن. أهلاً بيك. وموضوع فعلاً شيق، لأن الربط بين الأغنيتين ده بيطرح أسئلة كتير. بالظبط. فإحنا هنا هنحاول نفهم أكتر إيه قصة الحرب وإيه علاقتها بسكابا بالظبط. يعني هل في قصة مكملة ولا الموضوع مجرد صدفة؟ خلينا نشوف. تمام. الموضوع فعلاً مش بس أغنية جديدة وخلاص. في أبعاد تانية فنية وشخصية، خصوصاً فكرة استمرارية القصة دي. خلينا نشوف إيه اللي بيميز الحرب. حلو قوي. يبقى هنتكلم عن موضوعها، ليه الأخرس قال إنها تكملة لسكابا، مين اللي اشتغل عليها وحط رأي ملحن تاني فيها. يلا بينا. طيب نبدأ بالأغنية نفسها، الحرب. المصدر بيقول إنها عن الانفصال ونهاية العلاقات، يعني موضوع تقليدي شوية، بس الاسم الحرب. الاسم فعلاً قوي، يعني لافت. استخدام كلمة حرب عشان يوصف اللي بيحصل بعد نهاية علاقة دي نقطة مهمة. الأخرس هنا اللي هو محمد الأخرس مش بس بيحكي عن حزن الفراق، لأ، هو بيصور الحالة كأنها معركة حقيقية فيها صراع، فيها خسارة، فيها توتر داخلي. يعني مش مجرد نهاية وخلاص، لا دي فيها صراع وتمزق. نقدر نقول كده. الاستعارة دي بتدي كثافة للمشاعر، يعني بتنقل الأحساس من مجرد زعل لحاجة أعنف، كأن في حرب جواك أو حتى بين الطرفين بعد ما سابوا بعض. فهمتك. وهنا بقى النقطة اللي عملت كل الكلام ده. الأخرس نفسه قال إن الحرب تكملة لأغنية سكابا. فاكرين طبعا سكابا والنجاح اللي عملته؟ دي النقطة اللي محتاجة وقفة فعلا. ليه فنان يقرر يربط أغنية جديدة بأغنية قديمة وناجحة؟ هل ده يعني مجرد حركة تسويقية عشان الأغنية الجديدة تنتشر؟ وارد جدا، صح؟ يعني يستغل نجاح القديمة. أكيد وارد في صناعة المزيكا وكده، بس برضو مش لازم يكون ده السبب الوحيد. ممكن تكون في رؤية فنية أعمق. ممكن الأخرس بيبني قصة ليها فصول، يعني سكابا كانت فصل، يمكن البداية أو المشاكل الأولى، والحرب دي هي فصل النهاية أو اللي حصل بعد النهاية. تصدق فعلا، ده يخلي الواحد يسمع الأغنيتين بشكل مختلف تماما. بالظبط، كأنه كل واحدة بتوضح التانية. ممكن تسمع الحرب فترجع تسمع سكابا تاني تدور فيها على علامات النهاية دي، والعكس. ده بيعمل تجربة أغنى للمستمع، وبيحول الأغاني من مجرد أغاني منفصلة خلينا نقول عالم قصصي صغير. جميلة فكرة العالم القصصي دي. طيب مين بقى الفريق اللي ورا الأغنية دي عشان يوصل الإحساس ده كله؟ المصدر بيقول إن الأخرس كان ليه دور كبير قوي. صحيح، المصدر بيأكد إن هو اللي كتب الكلمات وهو اللي لحنها بنفسه، ودي نقطة مهمة جدا، بتدي للعمل طابع شخصي قوي. لما الفنان هو اللي يكتب ويلحن، غالبا الرسالة بتوصل بشكل مباشر وصادق أكتر، كأن مفيش وسيط. فعلا بتحس إنها طالعة من القلب يعني. تماماً. ماذا بالحاصل الأصل الموضوع؟ في زمن ممكن الأغاني تكون شغل ورش وكده، لما تلاقي أغنية كلماتها ولحنها من الفنان نفسه، ده بيديها قوة، بس طبعاً مش كفاية لوحده. أكيد لأ. المصدر ذكر أسماء تانية مهمة: التوزيع الموسيقي خالد الكاتب، وإخراج الكليب لوائل بطار. دول بقى دورهم إيه في تجسيد الحرب دي؟ دورهم أساسي طبعاً. الموزع الموسيقي خالد الكاتب هو اللي بياخد الكلام واللحن ده ويحوله لصوت وجو موسيقي. هيستخدم آلات عاملة إزاي؟ إيقاع سريع ولا بطيء؟ هل التوزيع هيعكس التوتر والصراع ولا هيعكس الهدوء اللي بعد المعركة؟ كل دي قرارات بتفرق جداً في إحساس المستمع. يعني هو اللي بيرسم الخلفية اللي بنسمع عليها القصة دي. بالظبط كده. ونيجي بقى للكليب وإخراج وائل بطار. الصورة مهمة جداً. الكليب ممكن يوصل القصة لمستوى تاني خالص. هل هيعمل قصة مباشرة عن اتنين بينفصلوا ولا هيستخدم رموز وصور تعبر عن الصراع الداخلي؟ الكليب ممكن يركز على جانب معين من الحرب دي، الندم مثلاً أو الوحدة. الإخراج البصري ده ليه قوة كبيرة. واضح إن الشغلانة فعلا متكاملة ومدروسة، مش أغنية وخلاص. وده ممكن يفسر إنها عملت مشاهدات عالية أول ما نزلت زي ما المصدر قال. بس في حتة كانت عجبتني في المقال، شهادة من حد متخصص. قصدك تعليق الملحن سعيد سرحان؟ بالظبط. هو المصدر نقل إن سعيد سرحان قال على الأغنية إنها عمل فني متكامل الأوصاف. التعبير ده كبير شوية مش كده؟
كبير ومهم جدا، خصوصا لما يجي من ملحن تاني. أولاً، مش كتير فنانين بيشيدوا بشغل بعض بالوضوح ده. تانياً، كلمة متكامل الأوصاف دي مش مجرد مجاملة عادية، دي تقييم فني. يعني إيه متكامل الأوصاف في أغنية زي دي؟ يعني إيه بالظبط؟ معناها إن سعيد سرحان مش مجرد عجبه اللحن أو الكلمات لوحدها، لا، هو شايف إن كل العناصر، الكلام، اللحن، صوت الأخرس وأدائه، التوزيع بتاع خالد الكاتب، كله اشتغل مع بعضه بتناغم ممتاز. مفيش حاجة ضعيفة أو نشاز، كل حاجة راكبة على بعضها وبتخدم الفكرة العامة للأغنية. زي ما تكون طبخة معمولة بميزان وكل حاجة فيها مظبوطة. الله ينور عليكي، تشبيه حلو قوي. أحياناً بنسمع أغاني لحنها حلو قوي بس الكلام أي كلام، أو العكس. لكن لما حد متخصص يقول متكامل الأوصاف، يبقى هو شايف جودة وتناغم في كل حتة، وده بيدي مصداقية لنجاح الأغنية. بيقول إن النجاح ده مش بس عشان الضجة أو عشان ربطها بسكابة، لأ، ده فيه شغل فني حقيقي وراها. دي نقطة مهمة فعلا. يعني إحنا قدام عمل فني يستحق الاهتمام، مش ترند وخلاص. بالظبط كده. ده بيعزز فكرة إن الأخرس وفريقه قدموا حاجة متقنة، بغض النظر بقى اتفقنا أو اختلفنا مع موضوعها أو طريقة التعبير دي. الجودة نفسها إنجاز. تمام، يبقى كده لمينا الموضوع. أغنية الحرب للأخرس مش بس عن الفراق، دي بتستخدم استعارة الحرب عشان تعمق الإحساس، والأهم إنها رسمياً تكملة لسكابا. وشفنا إن الأخرس هو المحور، كلمات ولحن، ومعاه خالد الكاتب في التوزيع ووائل بطار في الإخراج. والتقدير جه من متخصص زي سعيد سرحان اللي قال عليها عمل متكامل. تمام جدا. الصورة كده واضحة أكتر، وعرفنا أبعاد تانية للأغنية. وهنا بقى ممكن قبل ما نخلص نسأل سؤال أخير يفضل معانا بعد ما نقفل. أكيد، اتفضل. هو سؤال عن معنى استخدام استعارة قوية زي الحرب لوصف تجربة إنسانية وشخصية زي نهاية علاقة. هل ده فعلا بيعكس حجم الألم والصراع اللي ممكن نحس بيه، ولا ممكن يكون في نوع من المبالغة الفنية؟ هل علاقاتنا ونهاياتها فعلا بقت ساحات معارك بالشكل ده؟ سؤال مهم فعلا ويدعو للتفكير. هل بقينا بنشوف العلاقات كأنها صراع مين يكسب ومين يخسر لدرجة إن نهايتها تبقى حرب؟ بالظبط. أو يمكن الأغنية دي بتعكس نوع معين من العلاقات، مش كلها. والأهم، إيه اللي ممكن الاستعارات القوية دي تكشفه عن فهمنا كمجتمع للحب والفراق؟ هل الفن هنا بيصور الواقع ولا بيساعد في تشكيله كمان؟ هل أغاني زي الحرب بتخلينا نشوف تجاربنا بشكل درامي أكتر؟ فعلا أسئلة مهمة، وبتخليه الواحد يفكر إزاي بنستخدم اللغة والفن عشان نعبر عن مشاعرنا المعقدة، مش مجرد أغنية وخلاص. تماماً. وهو ده ممكن يكون دور الفن أصلاً، إنه يفتح مساحات للتفكير والأسئلة، مش بس يقدم إجابات. وأغنية زي الحرب قدرت تعمل كده وتخلينا نتناقش ونفكر. متفق معاكي جدا. أعتقد دي نقطة ممتازة نختم بيها كلامنا عن أغنية الحرب للأخرس وعلاقتها بسكابا. سؤال فعلا يستحق التأمل.